مي بنوتة عندها 3 سنين. باباها ومامتها فكروا ازاي يعلموها من دلوقتي تروق اوضتها اللي مليانة كركبة. ابتدوا يعملوا حاجة حلوة قوي. كل يوم قبل النوم يخشوا هما ال3 الأوضة، وكل واحد يعمل فيهم حاجة. الأم تقول أنا هلم البازل، والأب يقول أنا هلم الكتب، وانت يا مي ممكن تلم العرايس. وبعد ما كلهم ينفذوا المهمة بتاعتهم يبتدوا يشكروا مي على مشاركتها ومساعدتها. واحدة واحدة ابتدت مي تعمل الحاجات دي لوحدها وتقول لهم ايه رأيكم بقى انا شطورة. الأب والأم هنا استخدموا استراتيجية تحفيزية بسيطة جدا، وهي ان هم يذكروا السلوك الإيجابي عندها والخاص بترتيب الغرفة. رامي طفل عنده 9 سنين. باباه ومامته لاحظوا انه على طول قاعد قدام الموبايل وهو على طول بيلعب فيديو جيمز، ففكروا يعملوا ايه. قعدوا مع رامي قعدة صفا كده واتكلموا معاه